أهلا أصدقائي في فصل جديد من تيس ويوسينيل. تيس ويوسينيل كانوا واقفين والمطر شديد، وكانت يوسينيل متأثرة جدا وقلقانة، وتيس بيحاول يغير وجهة نظرها إنها ما تمشيش، وبيحاول يقرب منها. ومن ساعة اليوم ده في حاجات كتير اتغيرت، وإن يوسينيل من ساعة ما شاركت في اجتماع دوكلانتيا كشريكة مع تيس يبقى كده معروف رسمي إنها قريبة، أو في حاجة بينها وبين الإمبراطور. ونتيجة ده إن ما بقاش في حد بيضايق أختها جانيل بالكلام، وكمان أختها بتتأقلم على طول، وكمان بقى عندها أصدقاء في الأكاديمية. كل الأمور دي اتغيرت بمجرد إن الناس عرفت إن يوسينيل قريبة من الإمبراطور تيس. وفي حاجة كمان اتغيرت، إن صديقة يوسينيل أورلين بقت هي المتحكمة، وحصلت على لقب الماركيز شين. ويوسينيل مبسوطة عشان صاحبتها. بس اللي اتغير بطريقة تانية علاقة يوسينيل بتيس. تيس كان مع يوسينيل وبيقول لها إنها ما تنفعش تكون مصممة كده وتتجاهله، ويوسينيل بتقوله إنهم كانوا في مكان عام وفي ناس كتير، وهو هيعمل إيه لو حد لاحظ قربهم من بعض. هو قال لها إنهم يفسروا للناس ويقولوا لهم إنهم بيحبوا بعض. هي اتفاجئت وقالت لا، ما ينفعش نقول كده. بعدها تيس قال لها إنها ما تقلقش، وإنه مش هيقول أي حاجة، وهو عارف إنها مش بتحب تكون محط أنظار، وإنه بيحترم رغبتها، وإنه مش هيعمل أي حاجة ضدها أو تضايقها. وقال لها إنه مبسوط إنه معاها، وده كفاية ليه هو. ويوسينيل قالت إنها كمان مبسوطة إنه معاها وجنبه. تيس مش مصدق إنها قالت كده، وهو مبسوط جدا، وقال لها إنه عايز يقرب منها بس لو هي وافقت. يوسينيل مش عارفة ليه هي مستسلمة لتيس كده، عشان هي قبلت مشاعرها ببساطة كما هي، ودلوقتي قلبها مليء بالسعادة، وهي مبسوطة عشان آمنت بالحب، وإنها مبسوطة جدا عشان موجودة مع تيس. بعدها يوسينيل خرجت من القصر، وكانت العربية واقفة مستنياها، وكانت أختها جانيل الصغيرة كمان مستنياها. يوسينيل بتتأسف عشان اتأخرت على أختها، وبتقول لها إنها كانت بتجيب كتب عن السحر من المكتبة في القصر الإمبراطوري، عشان كده هي اتأخرت. بعدها يوسينيل ركبت العربية، وهي وأختها كانوا بيتكلموا، وأختها قالت إنها شافت واحدة جميلة قوي في حديقة القصر الإمبراطوري، وإنها ادت لها اللعبة اللي كانت معاها هدية ليها، وهي جميلة قوي وعينيها زرقاء فائقة الجمال. بس يا ترى أخت يوسينيل شافت مين دي في الحديقة؟ ويوسينيل بتقول في نفسها يا ترى مين دي، وإنها لما تشوف تيس تاني هتبقى تسأله عليها لو يعرفها. بعدها يوسينيل وأختها وصلوا البيت، والخادمة بتقول إنها تاخد الكتب عنها وتحطهم في أوضتها. والخادمة وهي بتاخد الكتب السحر بان عليهم، ويوسينيل قالت إن الكتب دي عليهم تعويذة عشان حمايتهم، وإنها تخلي بالها لما تلمسهم. يوسينيل كانت واقفة واتضايقت عشان هي عرفت إن بنتها راحت للقصر الإمبراطوري عند تيس، وبتقول لها انتي رحتي للقصر ليه؟ ويوسينيل قالت لها وهي مبتسمة إنها راحت عشان محتاجة للكتب. بعدها يوسينيل قالت إنها عايزة تتكلم معاها شوية،
بعيد أخن أختها. ويوسينيل متوقعة إن أمها هتتكلم في إيه، بس الغريب هنا بقى إن ليه أم يوسينيل مش بتحب تيس أو مش بتحب بنتها تقرب منه رغم إنهم عارفين بعض منذ الطفولة. بعدها أم يوسينيل كانت واقفة مع بنتها، وأمها كانت بتجيب حاجة من على المكتب وبتقول ليوسينيل خدي ده واقرأيها كويس. ويوسينيل بتقول ايه ده، وطلع دي قائمة بالشباب النبلاء المناسبين لسن الجواز. يوسينيل بتقول انت ليه بتديني ده دلوقتي؟ أمها بتقول إن ده مش الوقت المناسب عشان بنتها تعمل نفس الشيء، وهي لازم تلاقي شخص مناسب ليها بعيد عن تيس. يوسينيل بتضحك وبتقول لها إنها ما عندهاش وقت للكلام في الأمور دي، وإنها مركزة على البحث بتاعها. أم يوسينيل بتقول مدام كده إن أنت مركزة على البحث بتاعك، ليه أنت مستمرة في إنك تقربي من تيس، وليه بتروحي للقصر الإمبراطوري، وإنك ممكن تعملي البحث ده هنا من غير ما تروحي هناك. يوسينيل بتقول لها أنت قلقانة عشان لما بروح هناك ممكن أتورط مع الإمبراطور اللي هو تيس، وبتقول لها إنها ما تقلقش عليها، وإنها عارفة هي بتعمل إيه، وإن السبب اللي بيخليها تروح للقصر هو إن المكتبة اللي هناك بتحتوي على مواد مش موجودة في الأكاديمية اللي هي بتدرس فيها، عشان كده إنها ما تقلقش عليها. بعدها أمها قالت لها وهي متضايقة ماشي اعملي اللي انت شايفاه. ويوسينيل بعدها مشيت. بعدها أم يوسينيل افتكرت زمان اللي حصل معاها لما كانت مربوطة. بعدها يوسينيل كانت في أوضتها وبتفكر وبتقول في نفسها إنه متوقع إن أمها لسه مش بتحب تيس، وإنهم لما كانوا صغيرين ما كانتش بتعمل كده، بس دلوقتي هي بتتصرف تصرفات حد غريب، وبتسأل نفسها ليه أمها مش بتحب تيس، وإن بالنسبة لها إن تيس هو نفسه بغض النظر عن تغيير شكله. وبتقول إنها مرتاحة عشان أمها ما تعرفش إن اللي بيحصل بينها وبين الإمبراطور تيس. تاني يوم عيلة يوسينيل كانوا قاعدين بيفطروا وعادي بيعيشوا يومهم الطبيعي، وخلصوا فطار ويوسينيل وأختها ماشيين. بعدها يوسينيل راحت للأكاديمية وهي كانت قاعدة في المدرج، وفجأة جه رئيس الأبحاث الجديد في الأكاديمية، والمدرج كله مش مصدقين إنهم قابلوا الشخص ده عشان هو عالم كبير في دراسة السحر. بعدها الساحر ده طبعا هو عارف يوسينيل من قبل كده، فبص عليها وغمز لها. بعدها الساحر ده عرف نفسه وإنه مبسوط إنه جه هنا، وإنه لو في حد عايز يسأل أي حاجة ليه هو. وكل المدرج بدأ يسأل الأسئلة اللي هم عايزينها. بعدها الساحر ده كان قاعد في حديقة الأكاديمية، ويوسينيل جت وهي بتقول إنها مستغربة إنها شافته هنا في الأكاديمية. هو كمان قال لها إنه كان بيسأل نفسه إنه هيقابل الأميرة تاني إزاي، وإنه بعد كده مش هيبقى فيه بينهم كتابة رسالة لأنه هيشوفها في الأكاديمية على طول. بعدها يوسينيل سألته على إنه عرف حاجة على إنها تعرف ترجع لعالمها تاني إزاي. قال لها إنه البيانات اللي هي اديتها له تم حسابها، وإن البوابة جوانا سان
هي هتعمل هناك، يقصد فيه بوابة البعد التاني. وهو اداها المفتاح وقال لها ان المفتاح ده تبع المختبر بتاعه، وانها هتكون من هنا ورايح هتكون مساعدته. وقال لها انه مفيش حد يقدر يكون مساعد ليه غيرها. وقال لها لازم تخلي بالها منه في المستقبل عشان هي هتكون مساعدته. جوانا سان هو مكان مليان بالغموض ومساحته كبيرة جدا، ده غير انه مكان متغطي بطبقة سميكة من السحر، ومحدش يقدر يروح هناك غير اللي عندهم مستوى معين من القوة السحرية. وكمان هو مكان مش آمن خالص، حتى انه ممكن انه المعالجون اللي عندهم خبرة ممكن يضيعوا في المكان ده. لازم اللي يروحوا يبقى عندهم الاستعداد التام لأي حاجة تقابله. وكمان المكان ده هو الباب اللي بيفتح إلى البعد التالي للعالم. ودلوقتي لما عرفت يوسينيل على الموقع اللي هيخليها ترجع لعالمها الأصلي، هي بس لما توصل للمرحلة دي يبقى فاضلها انها تلاقي الموقع الدقيق داخل جوانا سان، وازاي هتفتح الباب. بس هي لسه ملقتش طريقة تعرف بيها هي ازاي هتشغله. بس هي ارتاحت شوية لما عرفت الأخبار دي، عشان هي تعبت قوي لما وصلت للطريق ده. بعدها يوسينيل وصلت للقصر الإمبراطوري، وجه تيس وكان مبسوط وعامل زي الطفل وهو شاف يوسينيل. بعدها تيس بيقول لها انت اتأخرتي ليه عليا؟ بعتلك كذا رسالة وانتي مردتيش، شكلك كنتي مشغولة. هي قالت انا اسفة بس كنت مشغولة شوية، وقالت انها كانت عايزة تشوفه عشان كده هي جت النهاردة. وقالت انها بقت ما عندهاش وقت من ساعة بقى عندها مشاريع كتير جديدة، عشان كده هي ما قدرتش تشوفه الفترة اللي فاتت. وهي بتكلمه بدأ يلمس ايديها وحاول يقرب منها. بعدها الخادمة جت وحضرت كل أنواع الحلويات. يوسينيل بتقول هي ايه المناسبة وليه كل الحلويات دي؟ تيس قال لها انه اهتم جدا بالحلويات دي واختارها بنفسه، كل أنواع الحلويات اللي هي بتحبها. يوسينيل شكرته وهو قال لها يلا ابدأي كلي ودوقي الحلويات كلها. هي بدأت تاكل، لاحظت طعم غريب في الأكل بس طعم حلو برضو، وسألته انت جبت منين الطعم ده؟ هو قال لها انها مهارة اللي عمل الحلويات دي، ودلوقتي في أصناف حديثة وكتيرة. هي قالت انت بتحاول تخدعني بطريقتك عن طريق الحلويات؟ هو بيضحك وقال لها لأ، ابدأي بس، أنا عايز أشوف وشك بيضحك على طول. وبكده يكون انتهى الفصل. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ومستنية كل تعليقاتكم وآراءكم في التعليقات. سلام يا أصدقائي.